واحد الطفل تزاد قبل الوقت، يعني هذا الولد هذا ما كملش 9 شهور في الكرش ديال امه لسبب ما كيهمناش السبب. انا كيهمني الطفل هذا غادي نشوفوا الباركور ديالو، وغادي نهضر على بعض الامور التقنيه اللي عندها علاقه بهذا الباركور. فملي كيتزاد هذا الطفل هذا غير مكتمل، لا في الوزن ديالو، الاعضاء ديالو غير مكتمله، الوظائف الفيزيولوجيه كلها غير مكتمله، لان ما كملش 9 شهور. والله ملي عطانا 9 شهور فماشي عبثا، الله سبحانه وتعالى 9 شهور هي ان الجنين كيكون كامل الامور اللي كتاهلو باش يواجه الحياه الطبيعيه ملي يخرج. يعني يمكن يتنفس طبيعيا، اول مره كيتنفس في الرئه، يمكن يشرب الحليب في المعده ديالو، الوظائف ديالو كتخدم. ولكن هنا في هذه الحاله هذه الحاله مع هذه الوظائف غير مكتمله، وحنا خصنا نوفروا ليه واحد المحيط، واحد البيئه اللي كتشبه الرحم ديال الام ديالو. وهنا غادي نقول ولو اجتمعت التكنولوجيا الحديثه والذكاء الاصطناعي وباللي لوجيسيال اللي كاينين والشركات الدوليه اجتمعوا باش يعطونا هذه الحضانه، هذه لاكوفوز اللي كتشبه الرحم ديال الام، فما غيوصلوا حتى الجزء صغير في المئة، يعني ابسيلون من الوظيفه الحقيقيه الطبيعيه اللي خلق الله في ليتوريس. لان هذا الولد هذا ملي غيخرج من الام ديالو راه بحال خرج من ان شومبر في اوتيل 5 ايطوال وغادي يمشي للسكن العشوائي. مع الاسف 5 ايطوال، لان اولا كان كونفورتابل، ما كانش متعرض للجاذبيه لا لي شوك، لانه في واحد الليكيد كيعوم مع راسو، الصداع ما كيسمعوش، لانسونوريزاسيون، كاين الماء، كاين الجلد ديال الام، وكاين لاغريس، وكاين كله، يعني كيسمع غير راسو بخير، ما كاينش كوروندير، كياكل عن طريق الام ديالو البلاسونتا، يعني عن طريق الدم كتعطي الاكسجين بلا ما يكون اختلاط ديال الدم، وكيعطيوها له ديشي، والسيد بخير وعلى خير حتى كيلقى راسو في السكن العشوائي. مع الاسف كاين دي كوفوز هما السكن العشوائي، وباقي عندنا في دي زوبيتو ودي كلينيك، واخا نسبه قليله، ولكن غنبقى نتكلم دائما على ديك النسبه قليله، واخا تبقى غير 2% غنتكلم عليها لان يمكن غتفيدنا. فهاد الحضانه اللي كنوفروها ليه، فعلى الاقل هاد لاكوفوز خصها توفر ليه واحد الرطوبه معينه، واحد الحراره معينه، وواحد البيئه نقيه ستيريل، لانه ما خصوش ياخذ الانفيكسيون والميكروبات. لقيت حتى الجهاز ديال الجهاز يعني ليمونيتي ديال مقاومه المرض باقي ما مطوراش عنده، باقي ما مكوناش عنده، فهو يمرض متاثر بالميكروبات وبالجرم. يعني خص يكون واحد الميليو نقي، وانا لا اشك في ذلك، لان هنا لي زانفيرمي ولي زانفيرمير كيقوموا بالواجب ديالهم. انا نهضر على الاعطاب والمشاكل التقنيه اللي كيمكن تاثر على الجنين. اما مسؤوليه الطبيب ولي زانفيرمي فهذا ما عنده حتى علاقه، كيديروا خدمتهم، لان الطبيب كاين المتابعه، كاينه لا سيرفايونس، وبالنسبه ليه هذاك المريض فهو فريد، يعني الكا بارتيكولي فكيتعامل معه لانه. ولكن ملي كيدخل في لاكوفوز كيدخلوا اعتبارات اخرين. فالسيد كان في واحد لو كالم، كيجي لين كوفوز كيلقى فيها الصداع لداخل، والصداع هو انه الا درنا لي او جي راه كاين واحد السينيال، يعني كيعطي لينيرجي باش يسمع، لان ما كيسمعش من ودنيه مازال الكابتور ما تكتملش، والدماغ ديالو كذلك مازال ما كتاملش. فملي كيسمع داك الصداع راه ممكن كيأثر عليه في النمو ديال الدماغ ديالو وفي الكابتور ديال الودن ديالو، وهادشي حتى كيكبر وكيكون عنده خلفيات. وحنا ما عندناش احصائيات دوك اللي كيكونوا في لي كوفوز كيفاش كيوليو، راه خرج كاين اللي كينسى راسو كاع واش دار ديبار في لاكوفوز في السكن العشوائي. ف كذلك ماشي غير السمع، مثلا بزاف ديال الحوايج، الحراره عند الام مضبوطه 36 37 36 ونص. حنا في لاكوفوز كيمكن يكون عطب تقني ولا تكون لاباراي ماشي سيرفو كونترولي 100%، ولا فيها شي موديفيكاسيون. وهادشي راه شفتو بعيني، انا كنتكلم على راه ماشي يعني اجتهدت وبحثت
ومشيت للمراجع وكنقلب. هادشي كنقولو انطلاقا من التجربه ديالي الشخصيه وداكشي اللي عشتو اون طونك تكنيسيان. كنت في لو تيران وسط لي كوفوز وخدمت فيهم، ودي كوفوز يعني دي مارك ايطاليان، ارجنتين، فرونسيز، امريكان. يعني كنطلق من التجربه الشخصيه ديالي، فهادشي اللي كنقولوا راه سي هي الحقيقه. فملي كيجي لهاد لو ميليو الحراره ما مضبوطاش، ليميديتي ما مضبوطاش، وكتولي مركز لي جيرم، هو باقي المناعه عنده ما مطوراش باش يديرها. دونك هاد لو ميليو كيأثر فيه، وربما كاين شي تاثير كيكون ثانوي ما كيبانش، كاين شي تاثير كيكون كاشي مسدود. وهذا الشيء مع الاسف الطبيب ما يمكنش يعرفه، لانه الطبيب ماشي تقني. الانفيرميير راه كدير خدمتها، كتنيطويي، كديزانفيكتي، كتقاد كله، ولكن كاين شي حوايج عندهم علاقه بامور تقنيه وحنا مسؤولين عليها. مسؤولين عليها في التكوين خصنا، وفي التحسيس، وفي لا فورماسيون، باش نفهموا بان راه ان فيلتر دير يمكن ياثر على رضيع، على طفل في وسط لا كوفوز. الماء الا كان غير مال اوتروتوني، وهنا ان شاء الله هذه غا كمدخل. والحلقه الجايه اللي غتكون جوست ابري هذه غنهضر على لا كوفوز اللي كتستقبل هذا الطفل هذا، اللي قلنا كان في 5 ايطوال ولا في العشوائي. وغادي نعطي 5 ديال الحالات اللي تقنيه محضه، ما عندهاش علاقه بالطبيب ولا الممرض ولا الممرضه، ولكن عندها علاقه بامور تقنيه غتاثر على النمو الطبيعي ديال الطفل. وهذا ما يمكنش الا ما حنا اللي ممكن نكونوا نستوعبوا المصدر ديال هذا المشكل، وخصنا نحسوا نديروا عمليه ديال تحسيس وتكوين، ونبينوا هذه القضيه بان راه بزاف شحال من واحد دابا كبار تكبر، ولكن راه سيرتينمون ممكن يكون هذا شي حاجه ملي كان في ديك شي صداع الفونتيلاتور، الصداع ديال لا كوفوز ولا ظروف خاصه. المهم ماشي غنهضر عليه ان شاء الله، غيكون موضوع تقني ديال لا كوفوز، ولكن غنفوكاليزي، غادي نركز على الامور اللي ماشي تقنيه ولكن تقنيه مرضيه ديال المريض، اللي يمكن يكون عندها علاقه مع مشاكل ديال المريض اللي يمكن تبان ديك الساعه ولا تبان من بعد. فهنا فين غندير انيفور ان شاء الله باش نشرح هذه الامور التقنيه. ترقبوا هذه الحلقه غتكون مهمه ومفيده.